والله بشكل عام ما عندنا إصابات رئيسية في الفريق بشكل عام، بس عندنا شوية لاعبين نتيجة المجهود اللي كانوا يبذلونه خلال الفترات اللي طافت، المباريات المتتالية سواء مع المنتخب ومع الفريق، عندهم شوية شد وجهات في العضل. بشكل عام ما في شيء رئيسي مثل ما قلت لك. عندنا السليمي كان حاشته كدمة على ركبته اليمين على الفخذ الأيمن، والحمد لله تعافى وراح ينزل إن شاء الله اليوم، يحس إنه أفضل وايد. عندنا الحارس اليوم عبد الغفور. عبد الغفور حاطين احتياط، عنده شوية شد بالعضلة الخلفية الكتف، فهم مريح اليوم، مو شيء راح يمنعه من اللعب، بس فضلنا أن نريحه أحسن ما احنا نخليه نجازف فيه. طبعا الإصابة يمكن جت مباراة من قبل مباراة القادسية، كان معسكر المنتخب حصلت إصابة بالكتف، كان عبارة عن شد بالكتف، والحمد لله لعبت المباراة، لكن في بعض الذكريات حسيت فيها وطورت الإصابة، يمكن أخذني صار تمزق، ودكتور المنتخب ودكتور أنور ودكتور النادي يعني ينصحوني بالراحة 10 أيام الحق إن عشان لا تتفاقم الإصابة ولا ترد لي، عشان أرتاح منها، وعشان عندنا استحقاقات مع المنتخب، عندنا كأس غرب آسيا وكأس آسيا، فدكتور المنتخب حافظ إنه يعني يجهزني للبطولة. مثل ما تفضلت ممكن كانت الذهاب 1-1، والعربي الحين احنا على الملعب العربي له فرصتين، فرصة الاتحاد وفرصة الفوز. خلينا نكون واقعيين، يمكن ظروف العربي افضل من ظروف السالميه، لكن السالميه كامل صفوفه وكل مباراه لها ظروفها، وهي طبعا مباراه كاس زين تختلف عن مباراه الدوري. باذن الله يعني نتمنى زين ان نشوف مباراه حلوه نفس المباراه اللي طافت اللي كانت 1-1. وبالتوفيق إن شاء الله للفريقين. بداية المباراة ملعوبة على طول من يعني اسمال حقيقة تلي أو فهد الهاجري، وهذه الكرة ملعوبة. الله! أسرع هدف معقول أول 20 ثانية، أعتقد أول 20 ثانية إذا ما طافتني الساعة. ملعوبة راح يلعب كرة أمامية، فايز بندر، أحمد هايل يحصلها هايل ويلف هايل يتقدم من الأول، رشيدي بيلعب بينية ما فيها شيء، وهو الجول جول! ماشية حلاوة معاه اليوم محمود المواس بانتهاء شوط أول بتقدم النادي العربي بهدفين مقابل لا شيء. صار له تقريبا 3 إلى 4 لعبات، ما ادري ايش المشكله يعني، ماني عارف، ما ادري والله، ما اقدر اقول مدرب او لاعبين، ما ماني عارف يعني. كل يوم يعني كل لاعب قاعد يلعب كل مباراه مركز، يعني مره نشوف الهاجري قلب، مره نشوف باك، مره يعني ما ادري، في لخبطه، ما ادري يعني، ما اقدر احط على المدرب ولا على اللاعبين ولا على ظروف الفريق اللي قاعد يصير فيه كذي، ماني عارف والله، ما عندي جواب. يعني نقدر نقول خلصنا المباراه ان شاء الله؟ والله لا طبعا، هذه كرة القدم ولآخر دقيقة لازم تنتبه، فإن شاء الله نتوفق وتنتهي المباراة ونكمل مشوارنا في كأس ولي العهد. احنا صراحة في قدامنا كذا لاعب قاعد نشوفهم، ونتمنى انه يكون اللاعب اللي يرضي طموحنا. بالأمانة أنا قاعد أدور اللاعب السوبر للحين ما حصلته، وكل مرة نقول هذا اللاعب السوبر يعني مع الأسف يخيب الآمال. اللي أنا أقدر أقول لكم أنه في كذا لاعب حاط عيني عليهم، سواء في الدوري الكويتي أو
راح يكون محترف بدل اللي راح. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لا طبعا بعد يعني في شوط ثاني، نامل ان شاء الله ان الزعيم يتم على المستوى المطلوب وانه يزيد بعد من المستوى، بس احنا تمنينا ان المستوى هذا كان يظهر امام نادي القادسيه بالمباراه السابقه، بس الحمد لله يعني الاداء الفريق يعني يطمن. اليوم الاداء غير، اليوم انا مو مستوعب اللي قاعد يصير صراحه. شو اللي تغير يعني؟ ما ادري، احس اليوم عندنا المواس اللاعبين قاعد يتحركون بطريقه غير، يعني ليش اللعب هذا ما يكون كذي مستوى؟ يعني 2-0 الجيم الاول مع السالميه يستمر على الاداء هذا بالدوري، يعني انا مستغرب صراحه. في شيء يعني الجهاز الفني هو ادرى، هو اقرب من اللاعبين. يعني هناك 1-1 هني 2-2، ما ادري شلون طريقتهم الافضليه 2-2، بس على اللعب اللي قاعد يلعبونه يعني قاعد اشوف السالميه مو متكامل، يعني ما في خلل بالسالميه. خلي يتمون على هالوضع عشان احنا نرتاح. فريقنا محتاج انه يرتاح بعد مباراه القادسيه. عاد الله يسامحهم اللاعبين. يسعدني ان اكون معكم الوصف التفصيلي لشوط المباراه الثاني. فواز عليه 2 وسريع وعلى خط التماس، وين بيروح بعد؟ بيمر ياكل الاول وياكل الثاني سلام شيل ايضا طلال نايف، بينيه موسوي الموسوي وهاي الجول، عوضها لكن اللي رسمها وهندسها حسين الموسوي. حكم المباراة يعلن عباس الشمري بانتهاء هذه المباراة بفوز النادي العربي على شقيقه نادي السالمية 3 أهداف مقابل لا شيء. نتيجة مستحقة، صدق ان نادي السالمية ضيع اكثر من هجمة، الحمد لله توفق اخوي حميد القلاف اليوم، واللاعبين كلهم صباع اليوم سواء اساس ولا احتياط، واهم شيء الحين خلص انهينا مرحلة السالمية، قال لنا مباراة بالنسبة لنا نهائي يوم السبت ضد نادي الكويت، باذن الله الفوز من حليفنا يا رب. كلمنا عن المباراة. اول شيء بسم الله الحمد لله توفقنا احنا كلنا، الفريق كله توفق، استغلينا الفرص، يعني احنا كنا حاطين بالنا احنا ان شاء الله نتاهل، اهم شيء الفوز، ما دش علينا اقوال، احنا كنا متعادلين هناك، لو حتى صور كنا ان شاء الله نتاهل، الحمد لله احنا ادينا اليوم، ان شاء الله كلهم ادى الصراحه وابداع صراحه المباراه. والصراحه يعني كنا مقصرين، بمعنى الكلمه كنا مقصرين، بس الحمد لله اليوم الله وفقنا، وهالمباراه انا يعني كانت بالنسبه لي ثار حق لعبه الرديف اللي طلع من عندنا فايز علينا 7-3، طلع انه قال هذا فريق السالميه، واحنا وريناه اليوم شنو العربي، والشباب ما قصروا يعطيهم الف عافيه صراحه على المستوى الطيب. ثلاثيه يعني الثلاثيه ريحتنا عن مباراه القادسيه بالدوري التعادل، ريحتنا ان شاء الله، يعني احنا نتمنى ان نلعب بكاس ولي العهد، يعني لعبه القادسيه اذا عديناها تبقى لك النهائي، يعني لا ارجع للكويت، الكويت افضل مستوى ان شاء الله، يعني الكويت فريق قوي، الكويت فريق بطوله، اقلب فريق البطوله الساعه على كل حديث، بعدين محترفين ان شاء الله شهر 1 ان شاء الله نقدر نوقع ويا محترف سوبر، نتمنى يعني احنا نطلب من الاداره نبي محترف، تعبنا 10 سنين احنا مو قاعدين هنا محترفين، من مشى في راس الخطيب العربي ما يبي محترفين، نجيب محترفين نجرب، لا احنا نبي محترف زين، محترف سوبر بالانتقالات الشتويه يقدر يمشي ويانا باقي